يعني واحد قايم من النوم سايب العالم كله والحروب والمشاكل السياسية، والكوكب مزنوق قوي في كتب الجغرافيا بتاعت الثانوية العامة في مصر. ايدي كوهن منزل تويتة بيقول لك احنا مش هنسكت على حذف اسمنا من خريطة البكالوريا المصرية. لا يا شيخ، هي دموعك نازلة مغرقة البوست ليه؟ يالا معلش، المنهج المصري يوجع برضه. يعني انت متخيل حجم الأزمة عندهم؟ زعلانين ان طالب مصري عنده 17 سنة يفتح كتاب المدرسة يلاقي الخريطة مكتوب عليها فلسطين بس كده. الأرض راجعة لأصحابها حتى على الورق. أصلهم فاكرين إن الطالب المصري ده بيتلقن المنهج وينساه، مش فاهمين إن العقلية المصرية دي بالذات موضوع فلسطين يعني بالنسبة لها مش درس جغرافيا ينقص عليه درجتين في الامتحان، لأ، ده عقيدة ومبدأ ومسألة وجود مكتوبة في الجينات قبل ما تتكتب في الكتب. وبعدين تعالى هنا ياض يا ايدي، مش هتسكتوا؟ يعني هتعملوا ايه؟ هتسحبوا سفير الجغرافيا؟ هتطلعوا بيان تحذيري للطالب اللي بيذاكر بالليل؟ ولا هتطالبوا مجلس الامن ينزل قرار يغير خطوط الخريطة بالقلم الرصاص؟ انتوا مرعوبين يالا، مرعوبين مش بس من الوزارة ولا من المنهج، انتوا مرعوبين ان كل جيل طالع في مصر بيفتح عينيه يلقى الكلمة الحقيقية هي اللي مكتوبة فلسطين، من المطبعة لحد الخريطة لحد القلب. شخبط براحتك على السوشيال ميديا ونزل تويتات لحد ما صوابعك تتعب. الخريطة اتطبعت والجيل فاهم، والاسم اللي انت محروق منه ده هو الحقيقة الوحيدة اللي هتفضل قائمة ومكملة لما كل الأوهام دي تختفي. ابعتوها له.